السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برشلونة ينتصر على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل. شفنا كل المباراة تحكي على أنه أتلتيكو مدريد كان مسيطر بعد ما استقبل هدف، مسيطر على كل دقائق المباراة، مسيطر على المساحات، هجمات مكثفة من كل الجوانب، فرص خطيرة، إلا أنه ما قدر يسجل هدف التعادل. هون في سؤال يجي، سيميوني إذا عندك كل هالقوة وكل هالحماس عند اللاعبين وكل هالقدرة على الهجوم والسيطرة على المباراة وأمام خصم مش سهل زي برشلونة، ليش تستخدم أسلوب الدفاع باللعب؟ طبعا هو الجواب بسيط، على أن أتلتيكو مدريد أفضل فريق بالعالم لما يكون متأخر بنتيجة، بس واحد من أسوأ الفرق بالعالم لما يكون بده يهاجم. نعم هذا واقع. أتلتيكو مدريد وسيميوني تحديدا من موسمين جرب أنه يهاجم، قرر يلعب خطط هجومية، فشل ذريع. الفريق ما عنده الحماس، اللاعبين ما عندهم الحماس، حتى عقلية سيميوني تحس ما عنده الحماس هذا على انه يهاجم طوال دقائق المباراة، لازم يستقبل هدف ويتأخر بالنتيجة علشان يستخرج الحماس اللي عنده واللي عند لاعبينه، لكن مش كل مرة فينه يرجع بالنتيجة، ومش كل مرة يحقق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبرى، لأنه هي الفرق الكبرى تعرف كيف تتصرف بعد ما تسجل أهداف. مباراة كانت جميلة الصراحة، قمة تليق بالدوري الإسباني وتليق بالفريقين. يحسب لتشافي على انه يحاول كل مرة، صحيح تشافي قدراته التدريبية مش ولا بد، لكن يحاول كل مرة على انه يخترع شيء، يحاول كل مرة على انه يثبت شيء، يحاول كل مرة يحسن من جودة الفريق الموجودة، يحسن من العناصر الموجودة، تغيير الخطط، تغيير اللاعبين، حتى تبديلات اليوم كانت على فكرة ممتازة جدا. وننتظر نهاية الموسم نشوف تشافي إذا يطلع معه شيء، إذا يحقق لقب الدوري هذا الموسم أو لا. الآن هو متصدر بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد اللي تعثر يوم امبارح أمام فيريال وخسر بهدف مقابل هدفين. شكرا على حسن المتابعة. إذا وصلت لهذا المكان لا تنسى الاشتراك والدعم، ودمتم بخير.